البيئات السودانية يعني بتزخر بكمية من المواد اللي ممكن تدخل في صناعة الملاحات. الملاح اللي هو ما يساوي في اللغة العربية الإدام، يرمز لربط الصلات، وعشان كده يقول لك يا أخي نحن بيننا الملح والملاح. ومعظم المأكولات أو الصناعات بتاعت الإدام بتسمى بالمواد الصنعت منها. الأكل غالبا جماعي، الأسرة في البيت يأكلوا سوا كلهم، الأسرة كلهم يأكلوا سوا، ولو جو ضيوف تلقاهم يأكلوا سوا. باعتبار إنه الأكل ذاته يكون مصدر بتاع نوع من الفرح، نوع من السرور، نوع من التكافل والتعاطف بين الناس، ودي أبعاد اجتماعية يعني نادر ما تتوجد في المجتمعات اللي إنه الإنسان يحب إنه يأكل براه. الملاح السوداني مهم جدا يكون فيه لحم، أي أكل ما فيه لحم ده نحن بالنسبة لنا ناقص. طيب افرض ما كان في لحم لأي سبب من الأسباب، لأي سبب، هناك وجبة يعني في ملاح بيسموه أم شعيفة. أم شعيفة دي عبارة عن ملاح لكن للأسف الشديد ما فيه لحم. أم شعيفة نسبة لامرأة اسمها أم شعيفة، وأم شعيفة دي يعني أنا أظن إنها مرة لما كانت صغيرة عندها شعيرات كده بسيطات فسمى يعني كنوها بأم شعيفة. كانت تجيد الطبخ بطريقة عجيبة، وكانوا جاراتها يحسدوها تماما على هذا النوع الجيد من الطعام أو عمله. والمعروف إنه عندنا لازم نضيف اللحمة للخضار عشان يطلع ملاح. يبدو إنه جاراتها غارا منها وكان في يوم عندها ملاح لكن ما عندها لحم، وجارات عرفات ما عندها لحم، قالوا طيب الليلة حنمشي ناكل عندها نشوف حتعمل شنو. ارتبط اسم الملاح باسمها لأنها هي دبرت الحال بسرعة غريبة، فأجادت طبخ الكزبرة مع البصل مع الويكة، وعاست على كسرة بنسميها الكسرة الرهيفة، رهفت المستوى بتاع الكسرة أو رققته، وأبداً ما حسوا كمية النسوان الغربة بأنه هذا الطبيخ من غير لحمة. ولذلك يقولوا أم شعيفة كيتا للمرة الضيفة، يعني تكوى بها، يعني إغاظة لها. أم شعيفة كيتا للمرة الضيفة. بعض الناس في المصطلح الحديث سموه اسم جديد، قالوا أم شعيفة دي ملاح ثلاثة تعاشيق. العربية فيها التعشيق الأولى والثانية والثالثة، فسموها ثلاثة تعاشيق، ما هي بصري، ما هي ثلاثة حاجات. دي أمي الله يرحمها، كانت زولة حلوة ومختلفة، دي صورة الزواجة
كانت بتعبر عن الاختلاف لأنها أول واحدة تقريبا من أوائل النسوان اللي بتصوروا. والصورة دي تدل على إنها كانت مرة تحب القراءة جدا. ودي المرحلة اللي علمتني فيها الطبخ، كانت تعلمني كل التفاصيل بتاعت الطبخ السوداني. وهنا كان الاحتفال بعيد الأم، علمتني كيف أعمل الكعكة في البيت تحت الاحتفال بعيد الأم. دي يا حليلي صورة الزواج بتاعتي. كنت ضعيفة جدا جدا، بس بقيت ثمينة جدا جدا لأني بحب الحلويات جدا جدا. والغريبة أنا بعمل حميات لناس بنقص وزنهم، لكن أبدا ما سبق عملت لنفسي حمية لحبي للحلويات. يلا بسم الله سمو. الله اخر الليله هذا والله مش شايفه. الأدوات اللي بنعمل بها مشعيفة أدوات مميزة وحصرياً على السودان، بتدي طعم مختلف تماماً ومذاق جيد ورائع وفوائد غذائية جمة دون استخدام الأدوات الحديثة. المفراكة بتعادل لي المفرمة الكهربائية، والمفرمة الكهربائية بتفقد لي الملاح طعمه. ليه؟ لأنه لما أنا أدق بالمفراكة البصل عشان تموت بحافظ على قيمتها الغذائية والألياف الموجودة فيها أكثر من الكهرباء. البامية المعروفة دي لما يجففوها بيسموها الويكة. الويكة بتجفف وتدق بالمدق، بتحافظ على نسبة الألياف الموجودة فيها وبتحافظ على كل القيم الغذائية الموجودة فيها. ليه؟ لأنه أنا ما احتجت أسحنها بمسحنة كهربائية، شتت كمية من الألياف الموجودة فيها. الخبز عندنا 3 أنواع. أشهرها الكسرة المرة اللي هي من الذرة. في نوع تاني العصيدة بتعمل برضو بطريقة معينة، وبعدين لما ياخذوه بيقلبوه كده عشان كده شكله يبقى شكله زي القبة. بعد ذاك في النوع الثالث القراصة اللي هي من القمح. ال3 أنواع ديل سواء كان القراصة ولا الكسرة المرة ولا العصيدة ما بتوكل إلا بملاح. بالرغم من يعني ثراء الثقافة الغذائية في السودان، سواء كان من ناحية الملاح أو من ناحية يعني أنواع المأكولات الأخرى الكثيرة كالعصيدة والكسرة والقراصة وخلافه، إلا وإنه ملاح مشعيفة دي بصفة خاصة يعني بينتشر في مناطق الريف نتيجة للمكونات الغذائية السريعة الموجودة فيه. البصل المجفف، الويكة المجففة، ممكن أترحل بها أبعد مسافات ممكنة دون النفاد أو دون الضرر. بنجد إنه البيئة لها دور كبير في خلق بعض التغييرات في الملاحات دي. يعني المواد اللي تضاف في منطقة تضاف مواد معينة وفي منطقة أخرى تضاف مواد معينة، وعشان كده يعني بنلقى الطعم بتاعه قد يختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، أو الطريقة بتاعت الصناعة برضها قد تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى حسب يعني الوفر بتاعت المواد. بعد ما انتشرت مشعيفة وأصبحت أكلة معروفة قيمتها الغذائية مفيدة، زارنا سنة 36 للإمام عبد الرحمن المهدي رئيس وزراء مصر علي ماهر. طبعا ضيف زي ده مش يذبحوا له بقرة، يذبحوا له 10، لأن الرجل له مكانته والرجل له احترامه. لكن السيد عبد الرحمن كان رجل ذكي جدا، فعمل لهم لحم شعيف ما فيه لحم. علي ماهر أكلوا مشعيفة دي والشبع، والحكاية دي عجبته جدا جدا، يتكيف منه جدا على أساس إنه ده ملاح والله ممتاز جدا. استساق بصورة ما عادية ولم يؤكد بأنها هي خالية من اللحمة،
الحاجة اللي استنكرها بإننا نحن قاعدين كلنا في طبق واحد ومدخلين يدينا داخل الكسرة، فهو شوية يستنكر الحركة دي. يعني عندنا المزارع البسيط اللي بيسميه تربال، والله الزعيم الكبير يقعدوا مع السيد عبد الرحمن ياكلوا مع اي واحد فيهم يعني. فهذا من القيم الموجوده في السودان، ان يتساوى الناس في الاكل. بنقول إنه وجودنا حول الكسرة والملاح وكلنا مع بعض في مائدة واحدة أو في طبق واحد بيخلق إلفة بيناتنا اندثرت هذه الأيام بتناول السندوتشات الفردية. شعيفه كيت اللي لمرض ضيفه.